السلام عليكم يا شباب. مقطع النهارده عن مجموعه الانفيرنتي. طبعا كلنا عارفين مجموعه قديمه جدا، ده غير ان كونامي كانت ضربها ضربه قويه جدا. حرفيا المجموعه ما كانش ينفع تتلعب ايام ما كانت مضروبه، ولكن اخيرا يعني قرروا ينزلوا للمجموعه دعم. هو الدعم مش كتير، يعني دعم بسيط جدا، بس الميزه ان في مهاره جديده للمجموعه، مهاره قويه جدا. حرفيا عايز اقول لك ان المجموعه بقت قويه جدا اول وقويه جدا تاني. فعموما عشان ما اطولش عليك كتير، خليني اول حاجه اوريك المجموعه، بعد كده اوريك مبارزه ضد بوت عشان كومبو المجموعه طويل شويه، وفي البدايه ممكن تحس انه صعب، بس لما تاخد عليه هتلاقي الكومبو سهل جدا. وبعد ما نخلص برضه هوريك شويه مبارزات بالمجموعه. طيب ده شكل المجموعه اللي أنا بلعب بيه، شكل صغير وعلى فكره شكل رخيص جدا. معظم اوراق المجموعه او اهم اوراق المجموعه تقدر تجيبها بالشيبس، وممكن على فكره تلعب بنسخه واحده من الوحش ده، ولكن الورقه دي مهمه، لازم 3 نسخ. وكذلك ورقه اليو ار الجديده يكفي منها نسخه واحده، وعايز اقول لك ان ممكن تلعب من غيرها. يعني لو مش عندك الورقه دي او انت ما فتحتش على البوكس الجديد، عادي جدا، الموضوع مش هيفرق. المهم تلعب بالمهاره الجديده مع طريقه لعب المجموعه. الوحش ده هيغنيك شويه عن الورقه دي، لانك ممكن تلعب بيه مرتين او تستخدمه مرتين. اول مره نورمال سامن وتضحي بيه وتجيب وحشين، تاني مره تقدر تنزل بيه سبيشال سامن عن طريق قدره الوحش ده، فده هيغنيك جدا عن الورقه دي. فممكن حتى لو مش عندك تلعب من غيرها. طيب بالنسبه لكومبو المجموعه، خليني اقول لك برده حاجه مهمه، ان الاكسترا ديك في كذا شكل. الاكسترا ديك يعني ممكن تلعب بوحش الفاير وول، بس طريقه اللعب شويه هتختلف. وممكن كمان تلعب بالفويد مع نفس الشكل ده. يعني ممكن مثلا تشيل وحش البلاك روز وتضيف وحش الفويد اللي هو سينكرو 8، ولكن بصراحه البلاك روز بيفيدني في اوقات كتير لما ببدا تاني. بس انا من وجهه نظري ان الاكسترا ديك دي هي افضل من الاكسترا ديك بتاعت الفاير وول دي. حتى خليني اقول لك ان دي اول مجموعه بنفس الشكل ده او بنفس الاكسترا ديك دي، واخده مركز اول في بطوله. اول بطوله اتعملت بعد نزول البوكس الجديد، دي اول مجموعه موجوده في البوكس الجديد اخدت مركز اول حرفيا. طيب عموما عشان ما اطولش كتير، وهي اوراق المجموعه قديمه جدا مش محتاجه شرح، فخليه برضه عشان تفهم كومبو المجموعه كويس نروح نشوف مبارزه ضد بوت. طيب عموما خلينا نفترض اني بادئ اول. هو في جزء تاني من المهاره لما بتبدا تاني، مش هفعله، هوريه لك اثناء المبارزات. بص هو باختصار هتفعل المهاره بتساعدك في حاجات كتير. اولا بتقدر ترجع ورقه او 2 أو 3 انفرنتي من ايدك للمجموعه وتبعت نفس العدد للمقبره، وده مفيد جدا. ده غير انه بيسرش لك على ورقه. فخلينا نرجع كل الاوراق. انا اهم حاجه عندك في المقبره يكون الوحش ده مع الوحش ده مع الوحش ده، الثلاثه دول. طيب عموما ده بيجيب لك ده، يعني انت مش لازم تبعت الثلاثه دول. فممكن تبعت مثلا وحش زي ده، تبعت الثلاثه دول. السيرش يفضل لو في ايدك ورقه زي دي، يفضل تسرش على التراب، تسرش على التراب طالما في ايدك حاجه تبدا بيها كومبو، سواء بقى الورقه دي او الوحش ده او حتى الوحش ده. كل ده ممكن يخلوك تبدا كومبو. فهنا يفضل طالما في ايدك حاجه تبدا كومبو تسرش على التراب. طبعا انا التراب في ايدي، فخليني اسرش على الوحش ده. طيب هتقول لي ليه التراب؟ التراب بيحميك من اي هاند تراب، يعني طالما هاندك فاضي فالتراب تقدر تفعله في نفس الدور اللي انت حطيته فيه. هنا خصمك لو عنده هاند تراب تقدر تعمل له نيجيت بالتراب بتاعك. اوكي، هنستدعي الوحشين دول. فعل قدرة وحشي. هنا ممكن اضيف تراب تاني لان في ايدي او عندي الانفرنتي الورقه دي، فممكن هنا اضيف التراب ده مثلا، الكاونتر تراب ده بيتفعل، بس لازم يكون وحش انفرنتي عندك في حاله الهجوم، فخد بالك من النقطه دي. اوكي، لينك 2. طبعا هتبدا بالوحش ده، هقول لك ليه. هنا الوحش ده لما راح للمقبره هتفعل قدرته وتبعت الوحش ده. انت محتاج زي ما قلت لك التلات وحوش اللي قلت لك عليهم، تعمل صامن، تعمل للوحش ده والوحش ده. اغلب الصامن اللي هتعمله من المقبره هم الوحشين دول. فعل قدره وحشك. اوكي، هتضيف الورقه دي، حطها طبعا مقلوبه. هنا طالما ايدك فاضيه تقدر تفعل قدره الوحش ده وتجيب ده من المقبره. اوكي، هنا بقى تقدر تجيب سينكرو 9 وحطه مرتبط بوحش اللينك اللي انت جبته. هقول لك ليه برضه. طبعا سينكرو 9 ده بيبنش ورقه من المقبره ومن الملعب ومن الايد، ولو مفيش اوراق في المقبره او في الملعب هيبنش من الايد عادي. فبتجيبه في البدايه عشان تتخلص من ورقه في ايد خصمك. فخلينا نبنش اللي في الملعب وورقه من ايد خصمك. خد بالك كده بنشنا ورقه من ايد خصمي. اوكي، هفعل قدره وحشي، هحوله لبيست. بعد كده
هجيب وحشين من المقبره، بجيب الوحش ده برضو والوحش ده، حط الوحش ده هنا في الخانه اللي في النص. هقول لك ليه برضو. فعل قدرته. هنا مش محتاج بقى تضيف دي. طبعا لو انت ما عندكش ده تقدر تضيف دي، زي ما قلت لك انت ممكن تلعب من غير الورقه اليو ار الجديده. بس هنا انا مش محتاج خلاص دي، انا مش هعمل صامن تاني غير صامن واحد بس، فعشان كده ضفت الورقه دي ومش هستخدمها دلوقتي خالص. اوكي، لينك 2. طبعا اللينك ده اللي بيعمل فيوجن. اوكي، هستدعي الوحش تاني بقدره وحشي، وهنا بقى هسرش على وحش. اوكي، انا وحش الوحش ده. طبعا انا عملت النورمال صامن بتاعي في اول الجيم، بس هقدر اعمل صامن تاني. الاول هعمل فيوجن، والوحش الفيوجن اللي هتجيبه مرتبط بخانه بالخانه بتاعت الوحش اللينك، بحيث وحش اللينك يفعل قدرته وتقدر تعمل صامن للوحش اللي انت ضفته لايدك، اللي هو لازم يكون الوحش ليفل 1. هنا هتخسر خصمك ورقه تاني من ايده. يعني خليني اقول لك ان خصمك هيبدا الدور بورقتين وهيسحب ورقه يبقى 3. ويا سلام لو كان في ايده هاند تراب وانت نجدته مثلا بالورقه دي، فخصمك هيبدا بورقتين حرفيا. ده غير ان عندك اصلا افكتات كتير جدا، هيبقى عندك افكتات كتير جدا في الملعب. لينك 4. اوكي، هفعل قدرة وحشي، هضحي بيه واجيب وحشين. هو انا كده يعتبر خلاص خلصت الكومبو. هفعل قدرة وحشي. بص بقى ركز هنا لو انت بتلعب وحش الفويد تقدر تجيب الوحش ده، بس في طريقه هتختلف. يعني طريقه في الكومبو نفسه هتختلف. ساعتها مش هتضيف الورقه دي، هتضيف الورقه الثانيه، بحيث الوحش ده لما تضيفه تبعته للمقبره بعد كده تستدعيه عن طريق الانفيرنتي. طبعا الوحش ده مش الوحش ده، مش بتكلم على الوحش ده، اقصد وحش التونر. الوحش التونر، الوحش ده بتجيبه بعد كده يعني بتجيبه بقدره وحشك، والوحش ده تقدر تغير ليفله تخليه 4، وتقدر تجيب ساعتها سينكرو 8 الفويد. بس هنا انا ما بلعبش بالفويد اصلا، بلعب بدويلر. هقدر اجيب الوحش ده سبيشال سامن لان هاندي فاضي، واقدر اجيب الدويلر. بس الاول ممكن اجيب ماسكرينا. اوكي، بعد كده افعل قدره ورقتي، هرجع الوحش ده تاني. بعد كده افعل بقى قدرته واضيف التراب اللي ناقصني. شوف انت محتاج ايه، ضفت التراب ده كده، ضفت عندي التلات ترابات بتوع المجموعه. 2 واحد نجيت لاي حاجه، وواحد نجيت لوحوش، وواحد تدمير. ده غير الوحش ده لو حصل التدمير بيدمر، وفي الاند فيس بيدمر. ده غير ماسكرينا. خد بالك برضو انت محتاج عشان تفعل تراباتك. خليني اوريك. هنا طبعا هيخسر ورقه من ايده. اوكي، مش هتدمر طبعا حاجه. تفعل اون بحيث تفعل دويلر. اوكي، بعد كده تفعل قدره الوحش ده وتجيب وحشك بحيث تقدر تفعل تراباتك. بيبقى عندك وحش انفيرنتي وتقدر تفعل تراباتك. طيب المبارزه دي ضد مجموعه الفالمونيكا، عايز اقول لك خصمي صعب عليا جدا في المبارزه دي. يعني تخيل معايا انت بادئ تاني وساحب دروبلت ولافا جولوم. طبعا احساس رائع جدا. يعني انا عارف الاحساس ده لما تبقى بادئ تاني وساحب 2 هاند بريكر شبه دول، انت مطمن حرفيا. طبعا هتقول لي عرفت منين؟ هتشوف دلوقتي حرفيا. هو اللي حصل فيه يعني انا لو منه هقفل اللعبه النهارده، مش هلعب تاني. اوكي، نفس الكومبو زي ما قلت لكم. وحش التونر بحيث اجيب تراش ويلا. بصوا اول ورقه بلعت كانت دروبلت، حلو جدا. هو لسه هو بدأ يقلق، بس قال لك يعني انا دلوقتي يعني بحط نفسي مكانه، اللي هو كان في ايده كمان لافا جولوم. فماشي مش مهم، دروبلت طارت، هتصرف بلافا جولوم. اوكي، فيوجن جاك كايميرا. طبعا الكايميرا يعني في ورقه تانية طايره. اوكي، لينك 4 انشند، وحش كويس جدا على فكره. قدرات التدمير بتاعته جامده جدا. اوكي، ماسكرينا. بعد كده سبيشال سامن وسامن تاني من المقبره. سيرش على التراب بقى، شوف الكاونتر تراب بالنسبه لي كويس جدا. دويلر، ابيس دويلر. اوكي، لافا جولوم تار. لافا جولوم حرفيا، اللي هو انت فاهم، انت اكتر ورقتين نفسك يطلعوا لك وانت بادئ تاني طاروا لسه ما عملتش حاجه. اوكي، فعل المهاره، ضاف وحش عادي، ما عنديش مشكله. انا على فكره ابيس دولار فادني بس مع الوحش ده، لكن هو ما اعتقدش افضل حاجه
الفالمونيكا ممكن الفويد يكون افضل، بس ماشي اوكي، مش وحش. هو كده كده مفيش حاجه يعملها حرفيا. كاونتر تراب، وقبلها كنت مستخدم التراب، يعني نجدت له قدرتين الوحوش اللي بيجيبوا وحوش البندلوم زون، فما فيش حاجه يعملها. حتى مستغرب جدا اللي هو ما انسحبش يعني بعد اللي حصل فيه، فهاجمته ونهايه المبارزه. طيب خصمي هنا كان بيلعب شكل حلو جدا، براندد تقريبا. كان بيلعب براندد. اصل في واحد قابلته كان بيلعب مجموعه عجبتني جدا، هحاول اجيبها لكم لو في وقت في الفيديو. خليني بس اجري كومبو البراندد شويه. طيب اخيرا نخلص الكومبو براندد ان ريد. طبعا لو انا كان زماني جبت البليزنج مكان الوحش ده. البليزنج رخم جدا، بس اوكي يعني بدايه مش وحشه، حلوه. جبت ده الجزء التاني في المهاره، بتجيب وحش ليفل 2 ووحش ليفل 3 ووحش ليفل 4. بلاك روز طبعا عمل له نيجيت تشين دروبلت بحيث اعمل نيجيت للوحشين التانيين. خلاص كده ملعبه ملوش لازمه. اوكي، وعنده لسه عنده تراب تدمير، بس عادي ما عنديش اي مشكله. لعبت الاوراق الخلفيه بحيث هاندي يبقى فاضي. اوكي، سيرف هيدمر وحشي. انا اصلا عندي هنا ورقتين استدعاء، فاللي هو انا مش فارقه معايا حاجه حرفيا. اوكي، عنده بيستيال بس عادي برضو عندي كاونتر تراب. اوكي، تراش ويلا هبنش 3 اوراق من المقبره ومن الملعب ومن ايده. اتبنشت هنا الوحش ده راح عشوائي طبعا من الايد. بنشت له من المقبره، مش فاكر بنشت له ايه من المقبره. تقريبا بنشت له البيستيال. اوكي، ضفت تراب التدمير. اللينك 5 اندر وورلد باستخدام وحشه. هجيب بصوا حرفيا السامن في المجموعه دي سامن مش طبيعي. عشان كده المجموعه دي زمان اتضربت ضربه غبيه جدا وطبيعي، لان زمان الموضوع ما كانش كده. يعني المجموعه دي كانت ممكن تقعد تلعب بيها ساعتين تعمل سامن، في ظل ان اي مجموعه اياميها كان الكومبو بتاعها بيتعمل في حرفيا في 5 ثواني. انت فاهم حاجه؟ ف لا، المجموعه رهيبه، المجموعه رهيبه جدا، واعتقد هتتضرب تاني. لان ممكن في شكل كده يتعمل لها تخليك بدل ما تخسر خصمك ورقتين تخسره 3 اوراق. بس من وجهة نظري ده اكتر شكل فعال للمجموعة. طيب المبارزة دي بلعب ضد مجموعة التراب تريكس. بدأت اول اوكي كويس جدا، ضفت التراب. بطمن لما يكون التراب عندي في الملعب من اي هاند تراب، سواء بقى افكت فيلر دويلر نيبيرو، الحاجات المزعجة دي. اوكي، نفس طريقة الكومبو ما اختلفتش. ضفت تاني ورقة السمن. هجيب وحش من المقبرة وعامل تراشويلا، هبنش له طبعا ورقة من ايده. اوكي، يعني كان نفسي بقى بنش حاجات مهمة يعني بس عادي يعني بلاش طمع. يكفي ان انا خصمي بيبدأ ب3 اوراق بدل 5، فده حلو. هو معظم المجموعات دلوقتي معاها مهارات، فالموضوع مش بيفرق قوي. بس ممكن يفرق معاك مثلا ضد مجموعة تطير له ورقة او ورقتين من اللي بيخلوه يفعل مهارة اصلا. انت فاهم؟ او زي مجموعه الفالمونيكا اللي كنت بلعب ضدها، طيرت له 2 هاند بريكر كان يقدر حرفيا ممكن يكسب باستخدامهم. او مش ممكن، هو غالبا كان هيكسب لولا الورقتين دول خسرهم يعني. ماسكرينا اوكي، هنا الفويد كان هيبقى حلو على فكره، بس انا ما كنتش ضايف الفويد اصلا للمجموعه. بس الفويد ممكن في بعض المبارزات يفيدك اكتر من دويلر. اوكي، جبت الوحش ده على طول. بدأ بالجزء التاني من المهارة عشان انا فعلت قدرة الدويلر وقدرة كايميرا، بس عادي عملت له نيجيت. فعل الجزء الاول بقى من المهارة. هو هيحاول بصراحة. طبعا كاونتر تراب، قلت بدل ما يضيف الفيلد، لان كنت باعت له فيلد للمقبرة لو خدتوا بالكم، قلت بدل ما يضيف واحد تاني هنا سيبته يبنش لي الوحش. كده كده هيرجع لي تاني لاني هجيب اندر وورلد وهيبقى فيه 3 اماكن فاضيه، فكده كده الوحش هيرجع تاني. رجع الوحش. اوكي، هاجمت عنده التراب عادي، دمرته كملت هجوم ونهايه المبارزه. طيب المبارزه دي خصمي مش فاكر كان بيلعب ايه دي. تقريبا بيستيال مع ساندر دراجون. هو ده شكل المجموعه عجبني جدا.
دي المجموعه اللي كنت بقول لكم عليها، في واحد كان عامل مجموعه بصراحه كانت عجباني جدا. اوكي، بيستيال مع الساندر دراجون كانت بتتلعب برضو في ماستر دول، بس كان في اوراق تانية بتضاف للمجموعه هي مش موجوده في لينك حاليا. كيوس انجل وحش حمايه كويس جدا، جاب البيستيال. بص هنا هيجيب 2 كونتينيو تراب بتوع البيستيال، ده غير انه هيجيب الاوركست كحمايه من التدمير. بس عادي جدا. هنا بلاك روز بيسلم عليك، هتقولي ازاي بلاك روز؟ اقول لك بلاك روز مع فوربيدن دروبلت عادي يعني. اوكي، بصوا بقى هنا عامل ايه. طبعا بدات بالجزء التاني من المهاره، هيجيب لي 3 وحوش للملعب. حرفيا ممكن مش هتحتاج قوي الجزء الاول في المهاره، غير انك عشان ترجع اوراق من ايدك للمجموعه، لانك خلاص مقبرتك دلوقتي مستعد. طبعا بصوا هنا عملت سامن وفعلت قدره وحشي، هدمر الملعب كله. طبعا هو في اعتقاده ان الوحش هيحميه، فقال لي اعمل سامن من المقبره. طبعا شين المفاجاه بقى دروبلت، طيرت الوحشين كده كده الملعب كله هيتدمر. ملعبه حرفيا بقى على البلاطه، زي ما شبه الرجل الاقرع كده اللي في اللعبه. حرفيا يعني. طيب المبارزه دي بلعب ضد سبيدرويد. اوكي، على فكره دروبلت مش بحتاجها حرفيا، لما ببدا اول بحتاجها تاني طبعا اكيد، لكن اول بحس ان هي بترخم عليا، لاني ببقى عايز اضيف 3 ترابات بتوع المجموعه احسن. بس عادي يعني، بلاش طمع يعني. حد يكره دروبلت تبقى عنده في الملعب؟ انا. لاعبين الانفرنتي حرفيا، لان هو مش عايز دروبلت. هو حرفيا عايز دروبلت تاني ماشي، لكن اول هو مش عايزها. اوكي. رشويلا كالعاده، فنشت له ورقه من ايده. اوكي، تقريبا هيطلع في ايده واحده تاني وهيستخدمها او هيسحبها بقى مش عارف. اوكي، لينك 2 سيرش على ليفل 1 ميراج. رهيب رهيب يعني، قدرات الوحوش مش وانس بير ترن، دي كارثه. دي كارثه في اي حاجه في الدنيا. انت فاهم فكره ان قدرات وحوشك مش وانس بير ترن، واصلا مجموعه بتعتمد على المقبره، وتقدر تعمل لنفس الوحوش 4 مرات صامن من المقبره للملعب. فدي حاجه لا يتخيلها عقل. حرفيا يعني. انت فاهم. اوكي، طبعا لو الملعب كبير كان ممكن يكون يبقى احسن من كده. هنا جبت الوحش ده بحيث ما استخدمش كايميرا، استخدم كايميرا في وقت تاني. والمهم يبقى عندك وحش انفيرنتي في حاله الهجوم عشان تقدر تفعل تراباتك، خصوصا الكاونتر تراب. اوكي، نيجيت جاب سبيشال سامن، ضحى بوحشه. عملت نيجيت. على فكره النيجيت ده مع تدمير، بس هو عشان وحشه هو اصلا مضحي بيه. فلو كنت عملت نيجيت مع تدمير لورقه في الملعب كنت قدرت ادمر ورقه كمان بوحش الانشن. هنا استخدمت الكايميرا، جبت وحشي، سرشت على انفيرنتي تاني. اوكي، ماسكرينا. هو طبعا اخر ما زق راح مفعل بقى المهاره وجايب سينكرو، رحت مخلص عليه بماسكرينا. اوكي، طبعا انسحب مفيش حاجه يعملها. اوكي، المبارزه دي بلعب ضد السنتريون، خليها اجري الكومبو كالعاده يعني. اوكي، مش عارف، بحس اللاعبين السنتريون بقوا بوتات. كومبو غريب جدا. فرجوش على فيديوهاتي ولا يا جدعان؟ مش عارف، بس هو كان عنده اوراق خلفيه كتير وهاند تراب وعنده بلاوي يعني. بس عادي، عادي جدا. دمر الوحش او بنشه عموما. اوكي، كاونتر تراب عادي جدا. هستخدم هنا دروبلت بحيث افضي الملعب يعني. عنده بيستيال ولكن عندي كاونتر تراب. طبعا عندي وحش في حاله الهجوم فاقدر انجته. لسه هيبقى عنده هاند تراب، عنده تقريبا عنده جوست تقريبا، مش فاكر عنده حاجه. عنده نيجيت جوست. ده بقى اللي رخم عليا بصراحه يعني، رغم كل اللي هو عمله ده كنت هكسب في الدور ده، ولكن في النهايه قدرت اجيب تراشويلا. حاولت ابنش الحاجات المهمه وجبت وحش في الدفاع وهاجمت ونهيت دوري. بس كويس اني صمدت بعد كل ده. اوكي، بنشت له الورقه اللي بتعمل استدعاء من المقبره بتراشويلا. عموما هو هاجم مفيش حاجه تانية يعملها. سحبت سحبه اسطوريه حرفيا. خلاص انا مش محتاج حاجه تاني حرفيا. شكرا، انا مش محتاج حاجه تاني غير الورقه دي او وحش ليفل 1 الميراج، اي حاجه تخليني استدعي من المقبره يعني. اوكي،
اقدر اعمل سامن لبكره. يعني انا دلوقتي معايا اعمل سامن لبكره، طول ما انا عندي حاجه بتعمل لي استدعاء من المقبره، فهقدر استدعي واسرش على حاجه تاني بتعمل لي استدعاء من المقبره، وهكذا يعني دايره ما بتخلص. فبلعب براحتي خالص. بص، ورقه واحده سحبتها عملت ايه؟ طبعا قلت ادمر له الوحش. ملعبه بقى فاضي برضو كالعاده، اقرع زي ما اتفقنا. اوكي، استدعاء كمان، غلاسه مش اكتر. جبت التراب. حسيت ان لسه عايز اعمل حاجه كمان، فجبت لينك 4. بعد كده اجمت ونهايه المبارزه.